السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. معكم الكوتش ياسين البرناوي. أولا عيد أضحى مبارك، يدخل عليكم بالصحة والهنا والعافية، وباش ما تمناو إن شاء الله يا ربي عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين. الموضوع ديالنا كما متوقع هو أننا نتكلموا على العيد الكبير أو عيد الأضحى. نعطيكم 5 الحاجات اللي غتخلي العيد الأضحى يكون أحسن وأفضل من الأعياد اللي فاتوا إذا طبقتوه طبعا. اول حاجه تغيير النظره ديالنا لعيد الاضحى. حنا في البرمجه اللغويه العصبيه كنقولوا الخريطه ماشي هي الموقع، والنظره للاشياء هي الواقع ديالنا. يعني كيفاش كنشوفوا الحاجه كتمثل الواقع اللي كنشوفوه. حنا الاغلبيه ديالنا كنشوفوا العيد الكبير او العيد الاضحى هو اللحام الشوا، ماشي الشوا العيد الحولي واش غالي واش رخيص، كنعيدو مبروك عيدك، صلاه العيد طبعا، زياره العائله الى اخره، خرج فرح. ولكن ما كنشوفوش المعنى اللي هو عميق وحنا عارفينه. حنا مثلا كاملين كنعرفوا القصه ديال سيدنا اسماعيل عليه السلام وسيدنا ابراهيم اللي جات منا الاضحى. كنعرفوا ان سيدنا ابراهيم شاف واحد الرؤيا في المنام انه يضحي بولده، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. شنو جاوبوا سيدنا اسماعيل عليه السلام؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. يعني بدون تردد وبدون حتى ذرة ديال الشك قال له افعل ما تؤمر. ومني هم أنه يذبحه لدرجة غطى وجهه باش ديك العاطفة الأبوة ما تغلبش عليه. لكن جاء وعد الله، والله صيفط له واحد الكبش يعني عظيم، واحد الحولي. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وفديناه بذبح عظيم. وكذلك قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. شنو نقدروا نتعلموا من هذه القصه هذه ونستفدوا منها؟ اول حاجه العلاقه ديال الحب ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين سيدنا ابراهيم اللي هو نبي الله. حنا مثلا في الحياه العاديه ملي يكون شي واحد قريب من شي ملك، وزير او لا شي نائب ديال الرئيس، واش كيكون عنده نفس المرتبه ديال شي واحد عساس الشركه؟ مع احترامي، واش ديك الوزير عنده نفس المرتبه ديال شي واحد اللي هو مقدم؟ لا، كتكون عنده واحد المرتبه عاليه. قرب السلطه كل ما كان مفضل كل ما غاديش يضحي اقل، يعني غيتخلص كثار، غادي يكون عنده واحد السلطه كثار، بزاف د الحاجات اللي هما مزيانين. هنا العكس، هنا نبي الله ابراهيم من اهم الانبياء، الله سبحانه وتعالى كيبتليه بحاجه اللي ما ابتلاش بها الانسان عادي. يعني الله سبحانه وتعالى كيعطينا ان درس ان الانبياء والرسل ماشي هما اكثر الناس اللي هما عندهم سهله وعندهم كل شيء قرابين الله، بالعكس صحيح. يعني هذا هو المقياس البشري اللي نقدروا نطبقوا، ان احنا الانسان ملي كيكون عنده مثلا واحد السلطه اكثر راه واحد المسؤوليه، واحد ريسبونسابيلتي. وليه كتشوف مثلا حنا السياسيين ديالنا غير كيدخلوا البرلمان او كيرجع وزير او شي حاجه ما كينساهاش الشعب، لان كيشوف ديك الشيء ماشي تكليف ولكن كيشوفوه تشريف، شوفوا الحكمه. النقطه الثانيه هي انه بدون تردد، ولكن ديك الحب ديال الابن ديالو، لان الابن راه اعظم حب عند الاب ديالو. الله سبحانه وتعالى كيقول: المال والبنون زينة الحياه الدنيا والباقيات الصالحات. آية أخرى: ولنبلونكم في أموالكم وأولادكم. يعني في المال والأولاد هذو هما أكثر حاجة اللي فتنة لنا واللي بلاء من عند الله سبحانه وتعالى. يعني أكثر حاجة اللي كنبغيوها. وشكون اللي غادي يبغي يضحي أنه ذبح الابن ديالو؟ هذه واحد الحاجة ما كتدخلش مثلا العقل. ومع ذلك الحب والثقة في الله سيدنا إبراهيم خلاتو ديك التردد صغير. سيدنا إسماعيل اللي من كثرة الحب ديالو للأب ديالو وكثرة يعني الحب ديالو الله سبحانه وتعالى قال له افعل ما تؤمر. إذا هذا الشيء كيفاش نقدروا نطبقوه في حياتنا؟ هو أننا حنايا العلاقة ديالنا مع الله تكون علاقة ديال طاعة، وتكون واحد العلاقة ديال حب لا مشروط. كنبغيوهش غير لأننا كنخافوا من النار ولا لأننا كنطمعوا في الجنة ولا إننا كنبغيوه، يعني لا، حب لا مشروط. أو كما كيقول شمس الدين التبريزي، يعني الإسلام دين العشق. وكذلك هو أننا حنايا التعامل ديالنا مع الوالدين ديالنا يعني النوع ديال الرضا. يعني واحد مثلا كيقول له با غير زيد تسخر لي هذه ولا جيب لي هذه ولا هذه كيعجز. شوف سيدنا إسماعيل
عليه السلام اللي قال له يعني ذبحني بدون تردد. والنقطه اخرى الحب الله سبحانه وتعالى من ديك العبد، يعني الله سبحانه من كثره ما فرح قال وكذلك نجزي المحسنين، ما بغاش صيفط له هذاك الحولي. اذا هذاك الكبش ماشي هو اللحم وماكله، هو رأفة من عند الله وحب من عند الله بالعبد ديالو. اذا هو رأفة بنا لان مثلا فرضا لو كان سيدنا ابراهيم عليه السلام ضحى بالكبش، شنو غيكون مفروض علينا اننا نحن نضحيو بالاولاد ديالنا، لان خصنا نتبعوا ديك السنه. يعني الله رأف ليس فقط سيدنا ابراهيم ولكن رأف بنا كاملين، وقال له ما محتاجش دير هذه القضيه هذه اللي تجيك صعيبه، حنا بغينا نشوفوا غير نيتك لاي مدى كتبغي الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هل ممكن نطبقوا هذا الشيء في حياتنا؟ كنتمنى. هل ممكن نشوف الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه هذه؟ هل ممكن نشوفوا بعضنا بهذه الطريقه؟ هل ممكن نبغيو بعضنا حب بلا مشروط وبلا مصلحه وبلا حتى شي حاجه؟ هل ممكن نبغيو الاباء ديالنا والاولاد ديالنا ماشي لانهم ذكيين ولا لانهم كيقراو مزيان؟ هل ممكن نبغيو الاباء ديالنا ماشي لانهم جابوا لنا شي حاجه؟ حب لا مشروط صعيب وقليل، واذا كان راه مزيان. الحاجه الثانيه اللي غنهضر عليها هي انه الرفق بالحيوان. هذاك الحولي اللي كتجيبو تهلا فيه، وكلو مزيان، ما تشوفش في الماكله عليه مسكين، عطيه بلاصتو، ما تضربوش، ما تعداش عليه. ماشي لانك غادي تضحي به وتعيد به كيعطيك الحق انك تعذبه، لان هو ضحى براسو لك. يعني الله يجعله من الضحيه. كاين بعض الشروط ديال القتل عند الرسول عليه الصلاه والسلام، هذه 14 قرن للاسلام جا بها، اللي عاد بداو الناس كيهضروا عليها. هنا علاش؟ باش ديك الذبح كيكون داغي وكيكون ما كيتعذبش الحيوان في ديك القتل هذا. يعني كل ما اسرع كل ما تعذبش اكثر، لذلك تكون حاده. وليريح ذبيحته، يعني الروح من تكون كتخرج ما تزيروش، خليه يطلق. هذا المشكل كنجبروا بزاف. انا مثلا مع شي واحد اولا مع الكزار كيبقى يشدوا هذا لا حقه يوسخ الدم، لا خليه يخرج ديك الروح تخرج بسرعه، خليه يتحرك. واش هذا الشيء هذا اهم من المعاناه ديال ديك الحيوان مسكين؟ وكذلك ملي كيكون جوج الحواله اوصانا الرسول عليه الصلاه والسلام ان حاولي ما يشوفش شي حاولي اخر باش ما يتخلاش. شوفوا مثلا في اوروبا البقره كيقتلوا ولادها، العجال ولدها يعني حداها، ودابا عاد ناضوا الجمعيه الرفق بالحيوان كيهضروا عليها. حنا هذه 14 قرن وهادو بزاف ديال الاجانب كنقول لهم الاسلام جا بها. اذا خصنا نطبقوا هذا الشيء اللي حنا جاب شحال هذه. والنقطه الثالثه نهضر عليها هي تهز الراس ديال الحولي وتصور به في فيسبوك، تصور به في انستغرام، وتصور به في تيك توك فرحان. علاش يعني شنو الهدف ديالك من هذا الشيء هذا؟ يعني هذاك الحولي اللي مسكين تعذب وتقتل بلا ما تزيد تكمل عليه، تقول لي لا هذا ماشي شغلي، ولكن غير انك ديك الساديه انك متمتع بالقتل ديالو ما احتاج شيء. واش كظن انت باللي سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يدير هذا الشيء لو كانوا وسائل التواصل؟ ما يمكنش. دونك ما احتاج شيء. وكذلك بما ان جبت لكم التصوير بغيت نهضر لكم على فاليداسيون او لاتونسيون، او الناس اللي كتستعمل فيسبوك انستغرام تيك توك الى اخره باش تصور راسها بالماكله والحولي وكذا وتبان. كما كتعرفوا كاين مجموعه الناس اللي ما يعيدوش وما يقدروش يعيدوا. عيد الاضحى هو السنه مؤكده ماشي واجب. وكما كنشوفوا الحولي غادي هو كيغلى رغم هذا الدعم، رغم هذا الشيء كامل، ورغم حتى الجاف ما كاينش. الحولي الاخرين دابا كتجبروا ب 3000 درهم، 3500 وحتى 4000. خويا الدرويش ما غيعيطش، واش فهمتيني؟ هنا راه ما كاينش حولي ديال 3000 درهم، كاينين 2000 درهم ولكن جلده، وقت اللي تذبحوا غتعلقوا بيبي ربما احسن منه. الا علقتي بيبي غتلقى اللحم ديال البيبي اكثر من ديالو. لازم 3500 درهم، ما لقيتش حولي ديال 3500 درهم، ما لقيتوش. علاش؟ لان مني توصيه السي البنك الدولي حيدوا لنا صندوق المقاصه تبارك الله، بدينا كنمشيو على حساب السوق، ديك الشيء كيزيد وكيطلع. مع عندنا حنا السايبه الشناقه كيعملوا ما بغاو من دائما، كما كنقولوا زادوا الطينه بله. اقل الناس كيعيدوا، والناس غادي يزيدوا ما يعيدوش. باش نكونوا واقعيين باش ما نكذبوش على راسنا. اذا عيدتي وكنتي من ديك الناس القلال اللي يقدروا يعيدوا بلا ما تبان وتقول انا عيدت، وتصور ديك الحولي وتصور ديك الماكله ودير ديك السطوريات وديك الشيء، محتاج. راه هذه ماشي هو الهدف ديال العيد. نقطه اخرى هي ملي تجي تبارك العيد، تصويره مبروك العيد وتصيفط 100 واحد نفس التصويره،
كنظن كنقتلوا ديك الروح، ديك العلاقه الشخصيه ديال العيد اللي كانت عندنا قبل. فهمتي؟ الناس ما بقاتش كتبارك راسها، الناس كتهز التليفون كتعيط. ودابا كل ما سهل لابيل بنادم بقى كيعكس. انا بعض المرات كنستقبل التصويره كنقول هذا السيد واش عارفني شكون انا صيفطني ولا لا. لدرجه انا رجعت كنشد الواتساب في العيد، لان خصني الناس اللي بغاني تهز التليفون وتهضر معايا وتتكلم معايا، حتى ديك لو كونتاكت فرق كبير. دونك خايل الله العائله ديالكم صله الرحم، حاول لما تكون شي تصويره ماشي مشكل، تصويره الفيديو نستافدوا من التكنولوجيا، ولكن سيروا مع الناس، سيروا عندهم الديور، عيطوا ما قدرتوش عيطوا، ما قدرتوش تعيطوا خليهم اوديو خليهم. الحاجه الاخريه خليو هذا العيد هذا فرصه انكم تطوروا الذات ديالكم. رجعوا لقصه سيدنا ابراهيم، كانت فرصه ان تطورت العلاقه ديالو مع الله سبحانه وتعالى، ورجع في واحد المستوى يعني اعلى، ونجح في ديك الاختبار. علاش نتوما ما تكونوش هيدا؟ علاش نتوما ما تطوروش في العلاقه ديالكم الشخصيه والمهنيه والاجتماعيه، وتحلوا وقولوا لراسكم كيفاش كان العيد الكبير هذا مقارنه مع العيد الكبير اللي فات. خليونا محقه الحولي غلا والحولي رخاص ما نعرفتش منين، خليونا في راسكم، لان هذا هو اهم حاجه وديال الحاجه اللي غتربحوها. حللوا العيد الكبير دابا 2026 مع العيد الكبير اللي فات، مع العيد الكبير اللي قبل منه، قل واش تقدمتوا الى، وحاول دير واحد نوع من الاهداف. اغلبيه الناس كيديروا ديك الكالندر مثلا الكوار كيديروا واحد غالبا كل راس العام، من راس العام. حنا عندنا مثلا نقدروا نديروه في السنه الهجريه ونقدروا نديروه في عيد الاضحى، ويكون هذا العيد افضل واحسن.